السلام عليكم. عمرك فكرت ايه اللي هيحصل لو الشمس اختفت فجأة؟ الكوكب هيبقى عامل ازاي والأهم احنا هنعيش قد ايه؟ تخيل انك قايم الصبح فتحت الشباك ولسه الدنيا ضلمة، لا في لا ضوء ولا حرارة ولا أي إشارة للشمس. مش مجرد غيوم أو ليل، لكن الشمس نفسها مش موجودة. لو الموضوع ده حصل حياتنا كلها هتتقلب. الكوكب والكائنات الحية وحتى النظام الشمسي كل حاجة هتتغير. أنا أحمد حفني، ولو لسه جديد ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. عشان نفهم الكارثة لازم الأول نعرف أهمية الشمس. الشمس هي السبب الرئيسي في إن الحياة تكون موجودة ومستمرة على كوكب الأرض. أول حاجة بتعملها إنها بتوفر النور اللي من غيره مش هنشوف أي حاجة. كمان هي المسؤولة عن توفير حرارة مناسبة للأرض، يعني ولا إحنا متجمدين ولا الأرض سخنة لدرجة مستحيل نقدر نعيش فيها. كمان النباتات بتحتاج للشمس عشان عملية البناء الضوئي، وده بيخليها تنتج الأكسجين اللي كل الكائنات الحية بتتنفسه. غير كده النباتات نفسها بتبقى أكل للحيوانات والبشر، فلو مفيش شمس مفيش أكل ولا أكسجين. وحجم الشمس الكبير بيخلي جاذبيتها قوية، وده اللي بيثبت الكواكب في أماكنها المناسبة جوه النظام الشمسي. كمان الشمس ليها دور في تغيير الفصول وتنظيم المناخ، وبتأثر على الرياح والمطر. ومن غيرها الأرض كانت هتبقى مكان مظلم وميت ومستحيل نقدر نعيش فيها. لو الشمس اختفت أول حاجة لازم نعرفها إننا مش هنلاحظ ده على طول. الضوء اللي بيجي من الشمس بيحتاج تقريبا 8 دقايق عشان يوصل لنا. يعني حتى لو الشمس اختفت الكوكب هيكون منور لمدة 8 دقايق كمان. بس بعد التمن دقايق دول الكوكب هيكون في ظلام كامل والنهار هيبقى ليل فجأة. كمان الأرض والكواكب كلها مرتبطة بجاذبية الشمس، ولو اختفت الكوكب بتاعنا هيخرج من مداره ويبدأ يتحرك في الفضاء بطريقة عشوائية. وده ممكن يخلينا ندخل في مسار كوكب تاني أو حتى نصطدم بأي جسم في الفضاء. بعد أول ساعات من اختفاء الشمس الكوكب هيبدأ يحس بالفرق الكبير. درجة الحرارة هتنخفض بشكل كبير، وفي البداية هتحس بالبرودة كأنك في الشتاء. لكن الوضع هيبقى أسوأ بسرعة، والعلماء بيقولوا إن في خلال أول 24 ساعة درجة الحرارة ممكن توصل لصفر. الرياح والعواصف هتبقى أقوى بكتير بسبب التفاوت في درجات الحرارة بين المناطق المختلفة. وسطح البحار والمحيطات هيبدأ يتجمد تدريجيا، لكن الأعماق هتفضل سخنة لفترة أطول. وده معناه إن الكائنات البحرية ممكن تعيش لفترة أطول، لكن الحياة على السطح هتكون مستحيلة. طب لو الشمس اختفت ليوم واحد، في أمل إننا نكمل ولا دي ممكن تكون بداية النهاية؟ في البداية النباتات اللي بتحتاج للبناء الضوئي هتبدأ تموت، وده هيأثر على الكائنات اللي بتتغذى عليها. وكمان الحيوانات اللي بتعتمد على الحرارة الخارجية زي الزواحف هتدخل في حالة شلل وممكن تموت بسبب البرد. ولو استمر الوضع ده لمدة يوم الغلاف الجوي هيبرد بشكل كبير جدا، وده هيخلي طبقة الأوزون تتأثر. وده معناه إن الأرض هتبقى معرضة أكتر للإشعاعات الكونية الضارة. كمان البشر هيواجهوا نقص كبير في الموارد الأساسية زي الأكل والحرارة، وهتبدأ تظهر صراعات ومشاكل ملهاش آخر. لكن لو الموضوع استمر اليوم واحد ممكن الكوكب يبدأ يتعافى تدريجيا. لو الشمس رجعت الحرارة هترجع ببطء والحياة هتاخد وقت عشان تتوازن تاني، لكن ده مش هيمنع حدوث خسائر كبيرة. لكن لو الشمس ما رجعتش أول حاجة هتحصل إن الأرض هتفقد مدارها وهتتحرك بشكل عشوائي. وده هيخلينا معرضين ندخل في مسار كوكب تاني أو حتى نصطدم بأي أجسام تانية في الفضاء. وفي خلال أسبوع الحرارة على الكوكب هتقل لدرجة تخلي كل المحيطات تتجمد بالكامل. وفي خلال شهور أي شكل من أشكال الحياة اللي بيعتمد على الشمس هيختفي بالكامل، والكوكب هيكون أشبه بكرة جليد. بعد سنة كاملة من اختفاء الشمس حرارة الأرض هتنخفض وتوصل ل 75 درجة تحت الصفر. وده معناه إن كل المحيطات هتتجمد وكل أشكال الحياة على السطح هتكون انتهت. والغلاف الجوي نفسه هيبدأ ينهار لأن النباتات ما بقتش موجودة عشان تنتج الأكسجين. وده هيخلي الهواء نفسه غير قابل للتنفس مع الوقت. ولو الشمس اختفت كل مصادر الطاقة هتتأثر بشكل كبير. المفاعلات النووية ومحطات الطاقة اللي بتعتمد على الفحم أو الغاز الطبيعي ممكن تفضل شغالة لفترة أطول، لكن مع الوقت هيبقى صعب تشغيلها بسبب تعطل سلاسل الإمداد. والطاقة الشمسية هتختفي فورا، وطاقة الرياح هتقل لأن الرياح نفسها هتضعف. وكمان الشبكات الكهربائية هتبدأ تنهار تدريجيا، وده هيخلي العالم يغرق في ظلام حقيقي. ووسائل النقل والمصانع وأي حاجة بتعتمد على الكهرباء هتتعطل تماما، وده هيخلي الحياة أصعب بكتير. اختفاء الشمس مش بس هيأثر على البيئة، لكنه هيأثر نفسيا على البشر. إحساس انعدام الأمان والخوف من المستقبل هيخلي المجتمعات تنهار. معدلات الجريمة هتزيد بسبب نقص الموارد، والناس هتبدأ تتصارع عشان البقاء. كمان غياب الشمس لفترة طويلة ممكن يسبب اضطرابات نفسية زي القلق والاكتئاب بسبب نقص الضوء الطبيعي.
ومع انهيار الحكومات والمنظمات الفوضى هتنتشر في كل مكان وهيبقى البقاء للأقوى. البشر هيعانوا كمان من نقص فيتامين د واضطرابات الساعة البيولوجية واضطراب النوم وحتى ضعف البصر والاكتئاب الموسمي. الشمس مش بس مصدر الضوء والحرارة، لكنها كمان بتحمينا من أي أشعة كونية ضارة، ومجال الأرض المغناطيسي بيتفاعل مع الرياح الشمسية وده بيحمينا من الإشعاعات الكونية الضارة. لو الشمس اختفت المجال المغناطيسي مش هيكون ليه نفس التأثير، وده معناه إننا هنكون معرضين للخطر. وكمان موجات المد والجزر اللي بتتسبب فيها جاذبية الشمس هتتغير، وده هيأثر على حركة البحار والمحيطات بشكل كبير. في حالة اختفاء الشمس البشر هيحتاجوا يلاقوا حلول جديدة عشان يقدروا يعيشوا ويكملوا حياتهم. تخيل إنك عايش في عالم من غير شمس، تفتكر هيكون في طريقة نكمل بيها ولا دي هتكون النهاية؟ بعض العلماء اقترحوا إن الحل الوحيد إنهم يبنوا مدن كاملة تحت الأرض. الأماكن القريبة من البراكين والمناطق الحرارية الجوفية ممكن تبقى أفضل الأماكن اللي نقدر نعيش فيها، وده لأنها هتكون دافية لفترة أطول، وممكن نعتمد على الطاقة النووية كمصدر رئيسي للكهرباء والحرارة. لكن الوقود النووي محدود وهيخلص مع الوقت، ودلوقتي العلماء بيبحثوا في فكرة استخدام الاندماج النووي كمصدر للطاقة، ودي نفس الطريقة اللي الشمس بتستخدمها لإنتاج الطاقة، لكن التكنولوجيا دي ما زالت تحت التطوير. ونظريا البشر لو قدروا يبنوا مركبات فضائية عملاقة ممكن نحاول ننتقل لنظام نجمي تاني. أقرب نجم للأرض بيبعد عننا تقريبا 4 سنين ضوئية، وده معناه إننا هنحتاج مئات أو حتى آلاف السنين عشان نقدر نوصل له. وبرغم إن الشمس هي مصدر الحياة على الأرض، لكن في كائنات قدرت تتأقلم وتعيش من غيرها، زي سمكة الشيطان الأسود اللي بتعيش في قاع المحيط وبتستخدم الإضاءة الحيوية عشان تصطاد. وكمان في حشرات وعناكب وأنواع من الضفادع قدرت تعيش في بيئات معزولة تماما عن الضوء لآلاف السنين. لكن الشمس مش هتختفي فجأة. الشمس نجم، وعلماء الفلك بيقدروا يتوقعوا مصيرها بناء على دورة حياة النجوم. الشمس بعد 5 مليار سنة هتتحول لعملاق أحمر قبل ما تنكمش وتنتهي، لكن ده مش هيحصل فجأة. على مدار التاريخ والشمس كانت محور اهتمام البشر، وحضارات كتير عبدت الشمس واعتبروها إله زي المصريين القدماء. وفي العصور القديمة الناس ما كانوش يعرفوا إن الشمس مجرد نجم، وكانوا بيعتبروها حاجة أكبر من كده بكتير. لكن خلينا نطمن، لأن اختفاء الشمس بالشكل ده يعتبر مستحيل. الشمس عمرها تقريبا 4 مليار سنة، يعني على الأقل فاضل 5 مليار سنة قبل ما تخلص طاقتها وتنتهي. في النهاية الشمس مش مجرد نجم في السماء، لكن هي من أهم الأسباب اللي بتضمن استمرار الحياة على الأرض. عشان كده لما تشوف نور الشمس الصبح أو تحس بحرارتها وسط اليوم، افتكر إن دي نعمة كبيرة من ربنا سخرها لينا. وأخيرا لو الحلقة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا باستمرار. وما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتقول لنا حابب نتكلم عن إيه بعد كده. سلام.